السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى هعمل لكم إيه صينية سمك بوري. خد بالكم، ادي صينية السمك البوري. انا جبت السمكة ونضفتها تحت بطنها ونضفتها من جوه ومن بره وشلت الخياشيم بتاعتها، وبعدين غسلتها طبعا حلو بالملح وكده ورشيت عليها ملح، وبعدين بعد شويه بعد ما نزلت بقى الدم اللي فيها وكله غسلتها بالميه كويس، وبعدين حطيتها في الصينيه ان شاء الله دلوقتي. بس انا بوريكم المقادير لان انا جايبه سمكيه واحده على قد يعني، وطماطمايه او طماطمايه ونص، حبه جزر صغيرين كده، حبه بصل وقرن فلفل كوبي مش حامي، واللي عايز يحط حامي يحط. دي البطاريخ بتاعتي. وهنا بطاطستين كده. هحط بقى الثوم بتاعها بقى اللي انا حطيته على السمكه. انا طبعا تبلت السمكه وحشيتها من جوه اهو بالثوم اللي انا عاملاه ده. الثوم عباره بقى عن ثوم وعن البهارات وبابريكا وحبه فلفل اسود على طرف المعلقه كده، حبه كمون، معلقه كمون، وحبه كزبره وحبه كركم، ومعلقه وحبه على طرف المعلقه كده جنزبيل. طبعا كلهم على بعضيهم، حطيتهم كلهم على بعضيهم اهم. وطبعا معلقه توم كبيره او راس توم كبيره. والبطاطس بحط بقى اللي فاض من التتبيله بتاعه التوم بتاعه السمكه، حطيته على البطاطس وهدعكها بقى كويس. دعكها كويس جدا البطاطس دي بالثوم والبصل كده عشان تدي طعم حلو. تدعكيها كده، ما تسيبهاش كده لوحدها، دعكيها حلو. تسوي بقى البطاطس كده، حطيت لها التتبيله اهو من فوق ومن تحت، وهحط عليها بقى بقيه الحاجه. البصل قرطه اهو، وبصل غير بصل اخضر طبعا ده عندي على طول مستغناش عنه اهو. هدعك بيه بقى البصل في البطاطس كده، هدعكهم كلهم مع بعض كده. شايفين الدعكه اهي عشان تاخد من طعم البصل وطعم التوابل وكل حاجه. وبعدين هحط السمكه اهو، السمكيه هحطها اهي. انا هشيل الراس بتاعتها عشان تكفي الصينيه. وهخرط طبعا ده البطاريخ بتاعتها اهو. وبعدين هحط عليها ليمون. انا حاطه ليمون على السمكه وانا بتبلها، وهحط الليمون بعد كده فوق الوش وهجيلكم. والجزر طبعا اهو بردك عليه عشان يشرب من كل التتبيله. كله حطيته تحت السمكيه، هيبقى دي الفرشه بتاعت السمكيه. هخرط بقى الطماطم عليها واجيلكم. وحطيت كمان معلقه صلصه دهنت بيها السمكيه نفسها، معلقه الصلصه. بس هجيلكوا بقى.